طول حياتنا كل واحد فينا لابس قناع القوة، قناع الشجاعة، قناع إننا دايما تمام. بس تحت كل ده في نفس تانية، نفس تعبانة متلخبطة أو حتى تايه. إحنا مش بنلبس أقنعة عشان نمثل، إحنا بنلبسها عشان نخبي وجع جوانا، وجع محدش شايفه، أو عشان اتعلمنا إن الضعف غلط وإنك لازم تبان قوي مهما حصل. فبدل ما بنواجه بنغطي، ولما الوقت بيعدي بننسى شكلنا الحقيقي كان عامل إزاي. القناة دي معمولة عشان نعمل العكس. هنا هنشيل الفلتر، هنشيل القناع. أهلا بيكم، أنا دكتور لؤي ودي قناتي نفسية بدون فلتر. في وقت بقى فيه القلق عادي والتوتر جزء من يومنا، وفي عالم الناس بتسمعك فيه أكتر ما بتفهمك ومش دايما بتفهمك، المساحة دي معمولة علشانك. هنتكلم هنا عن النفس بصدق، عن الخوف، عن الصدمات، عن العلاقات، عن ليه بنتأذى وليه ساعات بنأذي غيرنا حتى لو من غير ما نقصد، وليه بنضيع جوه نفسنا من غير ما ناخد بالنا. أهم سؤال مفروض نسأله لنفسنا: إزاي نرجع لنفسنا الحقيقية؟ ومش بس كده، احنا هنا هندخل جوه الشخصيات اللي بنشوفها في الأفلام والمسلسلات وهنحللها نفسيا من غير قناع، من غير تلميع، من غير تجميل، ومن غير فلتر. يعني مثلا ليه الشخصية دي اتصرفت بالشكل ده؟ ايه خلفيتها النفسية؟ هل هي نرجسية؟ حدية؟ عندها صدمة في الطفولة؟ ولا الموضوع أعمق من ده وأعمق من اللي بيبان على الشاشة؟ كل أسبوع هناخد شخصية لممثل مشهور ونفكها حتة حتة ونفهمها من منظور علم النفس الحقيقي، مش كلام انترنت وخلاص. ولو في شخصية نفسك نحللها اكتبوا لنا تحت في التعليقات وانا اجيب لكم التحليل من غير فلتر. استنوني، لان الشخصيات اللي بتحبوها هتشوفوها بشكل تاني خالص لما نفصصها مع بعض. هنا مش هنسمع كلام وعظ وكلام منمق ولا كلام نفسي معقد، هنسمع كلام بسيط واضح مبني على علم بس قريب من حياتك اليومية. كل فيديو هيبقى رحلة صغيرة جوه نفسك. مرة هنتكلم عن النرجسية، مرة عن القلق، عن التوتر، عن الاكتئاب، عن أي موضوع نفسي بس بشكل مبسط، عن العلاقات اللي بتواجهنا وبتكسرنا، ومرة عن الإدمان والتعافي، ومرة عن حاجات احنا حتى بنتكسف نعترف بيها، لان في الاخر كلنا بشر، والنفس البشرية اعقد بكتير من الصورة اللي بنحطها على السوشيال ميديا. انا شفت ناس كتير شكلهم بره هادي وقوي وجواهم حرب محدش حاسس بيها، وشفت قد ايه كلمة صغيرة او وعي بسيط ممكن يغير حياة بني ادم. هنا في نفسية بدون فلتر مش قناة علشان أعلمك، لكن عشان نعدي الرحلة دي سوا. ما تخافش من حقيقتك، ما تخافش من نفسك، كلنا بنعدي بنفس المعارك. بس أول خطوة في التحرر هي إنك تبص لنفسك في المراية من غير قناع ومن غير فلتر. لو حسيت إن الكلام لمس حاجة جواك يبقى القناة دي معمولة ليك. مستعدين نكشف الحقيقة؟ جاهزين نشوف نفسنا من غير قناع ومن غير فلتر؟ يلا نبدأ الرحلة مع بعض. اشترك وفعل الجرس وقول لي تحت في التعليقات ايه اكتر مشكلة نفسية حابين نتكلم عنها، علشان الفيديو الجاي هيكون اول موضوع نفسي هنفككه مع بعض.